شكرا أمين السبتي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هذا ملعب السوكر سيتي في جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، ومباراة تصفيات الأمم الكان 2021 الكوت ديفوار، مباراة المغرب وجنوب افريقيا، مباراة حسابيا شكلية في المجموعة 11 على اعتبار ان المنتخب المغربي ضمن رسميا التواجد في الكان الى جانب منتخب البافانا، وهي فرصة بالنسبة لوليد الركراكي ادخال بعض الاسماء التي لم تلعب باستمرار وبشكل متتالي مع المنتخب المغربي، وبالمقابل راحت اسماء اخرى. اول مباراة رسمية للمنتخب المغربي بعد كاس العالم وبين المونديال، ومباراة اليوم 3 لقاءات ودية مع البرازيل مع البيرو، وفي الايام الماضية كان هناك اختبار ودي امام الكافير الراس الاخضر في الرباط 0-0. اذا مباراة رسمية لكن بخصائص ودية لوليد الركراكي من خلال تصريحه في الندوة الصحفية، قال بأنه ستكون الفرصة لبعض اللاعبين وسترون في التشكيل الأساسي يوسف مالح الجديد اليوم، والحضور الرسمي الأول بالنسبة لهذا اللاعب عنصر الذي ينشط في الدوري الإيطالي مع نادي ليتشي، حاضر اليوم في تشكيلة أسود الأطلس. مباراة تعرف حضور جماهيري مهم جدا، عادة في جنوب افريقيا الحضور يكون كبير خاصة في ملعب السوكر سيتي في جوهانسبورغ. انذاك للمغرب انطلاقه لمنتخب جنوب افريقيا، بيرسيتاو ولكن السايس يجيب بسرعه على نشاط دائما في خط هجوم جنوب افريقيا. منير المحمدي، غلطة كبيرة منير المحمدي. كرة كانت سهلة من جانبي بيرسيتاو، لكن منير المحمدي لم يتحكم في هذه الكرة. هدية تمنح لمنتخب جنوب افريقيا بعد خطأ منير المحمدي. معلش، هذه من الكرات المفاجئة المباغتة من الطرف الايمن. انا متابعة من لي باسون، تصدي ممتاز، التصدي كان ممتاز في كرة خطيرة من زواني. هذا لاعب وسط، وصلت الى زياش يسدد ولكن ويليامز يتابع. ويليامز يتصدى اول تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق حكيم زياش.